السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزة اتكلم على حاجة بس مهمة، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم قطط وبيبيعوها والكلام دوت. انا كان عندي جارة صاحبتي عندها قطة. القطة ديت من النوع الحلو يعني النظيف. فانا قلت لها اما تولد هتديني واحدة. فطبعا هي ولدت. خدت منها واحدة قطة صغيرة، يعني بقالها شهر ونص. فهي عندنا القطة دي بقالها ايه 10 ايام. خلاص. بتاكل وبتشرب وبتنام جنبنا على السرير وبتنام. اما بتلاقينا مثلا دخلنا ننام تيجي تشوفنا نمنا ولا لا، وتيجي واخده بعضها وطالعه بره في الصاله نايمه على الكنب. خلاص كده لحد ما نصحى الصبح. ابص كده ايه، امشي بالراحه ابص عليها اشوفها فين. انا معرفش هي بتحس بيا ازاي ان انا صحيت. اما مثلا يكون عيل من العيال نايم بالليل بره في الصاله، ومش هي مش سامعه نفسه او مش سامعه صوت لعب او كده. تروح على وشه وتحسس على وشه كده لحد تشوفه نايم ولا صاحي. التاني حاجة، بتنام جنبنا يعني بتعمل حركات جميلة. ساعة مثلا ما نحط غدا أو فطار أو حاجة زي كده. آه، بتيجي تطلع تنونو الأول شوية، وبعد كده أما أقول لها تعالي تيجي جايالي. ما قلتش والله ما بتيجي. عندها شهرين أو شهر ونص، وتيجي تطلع على الطبلية تاكل لما تشبع وتيجي جايه في حجري وتيجي نايم. إيه. طبعا انا خدتها العشر ايام واخدتها على حاجات كتير. تروح تعمل حمام لوحدها. وطبعا احنا عارفين القطط لما بتعمل حمام بتعمل حركات كده عشان تداري طبعا الحمام بتاعها، وهي بتعمل الحاجات دي كلها. تاني حاجة، انا من 5 ايام زهقت منها عشان يعني ايه، بنشطفها وبنحميها وبصي يعني اخر نظافة واخر عين. فهي صغيرة وحلوة كده. وبعدين جيت من 4 ايام قلت انا مش هقعدها. اول حاجة مش عارفة انام منها. تيجي تنونو جنبي وانا طبعا ببقى نايمة. اصحى اصحى احس كل ما تنونو كتير. انا عرفت بقى حركاتها دي بتبقى عايزة تاكل. خلاص كده اجي شايلاها وطالعة بقى المطبخ تاكل لما تشبع، واجي احطها في الصالة عشان اهرب منها اخش الاقيها ورايا نو وتيجي طالعة على السرير نايمة في النص. والله زي ما بحكي لكم كده. اجي اصحى تصحى معايا. اخش المطبخ ورايا في رجليا وبخاف ادوس عليها عشان هي صغيره. المهم من 4 ايام قلت انا مش هقعد. ال4 ايام دولت بقى ضميري يروح ويجي، يروح اوديها ما اوديهاش، اوديها ما اوديهاش، تعب. فاشوف من حركاتها اقول مش هوديها، تصعب عليا. والله ما كنت بقول لها لا يا حبيبه قلبي من جوه. فتيجي ايه، جيت من يوم خلاص قفلت في دماغي بقى ان انا عايزه امشيها. ليه ما اعرفش. القطه زي ما تكون حاسه ان انا همشيها. جيت قعدت انا في الشمس قدام الشمس عند الشباك، وكل يوم بقعد جنبها وكل يوم بمسكها لاعبها وما اعرفش وتنام في الشمس. جيت اخر يوم اللي همشيها فيه، جيت نفس الطريقه اعملها. اجي امسكها كده، تسيب ايديا. اقول يا رب طب هي مالها، طب تعبانه، طب هي زعلانه، وايه وتبص لي واجي امسكها تمشي مني خالص. ما كانتش بتعمل كده. المهم قفلت في دماغي ان انا امشيها. جيت العصر كده جيت واخداها نتها على واحده جارتي وجيت عطيها لها. هي طبعا انا بديها لها وقلبي بيتقطع من جوه. اديتها لها من امبارح لحد دلوقتي. والله العظيم احنا ما عارفين نقعد في البيت. انا عن نفسي يعني يا كبيره اهوت، انا هقول العيال الصغيره هتعيط وشويه. انا عندي زياد ما كانش من امبارح ولا شرب ولا نام، والبيت مقلوب حزن. وطبعا عمال يعيط وانا معاه في البيت اهو. يبعت لي رسائل عيل بيعيط كده كرتون بيعيط، والنبي يا ماما رجعيه، تعالى كل يا زياد. يعيط وحزين، هو اصلا شكله حزين. تاني حاجة، مريم طبعا الصغيرة ما بتتكلمش خالص معاها. تعالي كلي يا مريم تاكل وهي، شفت انت لما تكون كاتمة العياط وبتاكل والصوت العياط ده الخنقة دي هي. طبعا البيت كله حزين وانا طبعا حزينة، بس انا مش عايزة ابين لهم
ان انا اخش المطبخ اروح في اي حته كانت هي بتبقى معايا، اقول كان زمانها بتعمل كذا كذا كذا. مش عارفه. فخلاص يعني حد عزيز عليا قوي 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 عرف موضوع القطه، فقال لي لا لازم تروحي تجيبيها. بصراحه الله يكرمه في حياته ويخلي له ولاده. فانا خدت كلامه بصراحه، قمت روح يا دوب قفلت ورحت رحت للست، قلت خلاص يعني انا من النوع اللي بيطلع في دماغي حاجه اعملها هعملها. جيت لابسه وجيت رايحه لها، قلت لها انا عايزه القطه. ليه؟ وقلت لها انا عايزه القطه بتاعتي، انا عندي البيت حزين وعيالي زي ما يكون حد ميت عندنا ومحدش بياكل ولا يشرب منه. فانا طبعا مش هنكد عليهم حياتهم عشان القطه. هي بصراحه ما منعتش يعني، هي عزيزه عليا، قالت لي حاضر والله الصبح هتكون عندك. فاول مره بصراحه ادخل حاجه عند البيت واكون حزينه وزعلانه جوايا. طبعا كنت بحميها وبشطفها وبسرح لها وبحميها بالشامبو، وبصي يعني حياه لذيذه وعيشه فل. ما كنتش منقصاها حاجه، بس انا رجعت في الاخر قلت يعني انا ال10 ايام دول عملت ده كله وراح اداه لحد؟ ازاي بقى؟ ما اعرفش ليه. بس وبنصح والله اي حد يكون عنده قطه، القطط بالذات. بص انا كنت بخش يعني في اي مكان بخش انام انا والعيال، احس ان انا في حد قاعد بره، اقسم بالله احس ان في حد قاعد بره، ان احنا نايمين في امان وانا مطمنه بجد بجد، واقسم بالله ما بكذب. كنت بحس ان في ملك قاعد بره في الصالة وانا كده نايمة مرتاحة. فانا والله بقول لاي حد عنده قطة ما يفرطش فيها، وانا بجد بجد انا مش هفرط فيها تاني، ومش هسيبها تاني. يعني انا مش هسيبها تخرج من البيت ولا تروح حتى الشارع، مش هتنزل. فاللي عنده قطة ما يفرطش فيها والله، وهي لا هتكلفك حاجة ولا هتخسر لها حاجة، هي بتاكل من اكل البيت زيك بالظبط. غير كده يعني اني بتحس ان في راحة نفسية في البيت. انا حسيت ده بصراحة، ما اعرفش غيري بقى، يعني انا بتكلم عن نفسي. ده اللي كنت عايزة اقوله، واللي خلاني اعمل الفيديو بصراحة حزن العيال على القطة. يعني انا قلت يوم وهينسوا او يومين وهينسوا يعيطوا شويه وخلاص وكبر دماغي من النوم. لا مش ناسيين، تعالى ذاكر، ما بذاكر من غير نفس، يروح الدرس ويجي من غير نفس، مش زي الاول. فان شاء الله هتيجوا بكره، واوعدكم لو في فرصه هوريلكم القطه عامله ازاي. يعني ما كده هتقولوا لي ما كنتش تسيبوها خالص وتفرطي فيها. يعني انا بعد كده افرط في عناية وما افرطش في القطه خالص. واشوف وشكم بخير.